بنتكلم كتير عن روتين الصباح وإزاي تصحي بدري وتشربي القهوة وتغذي العالم، بس الحقيقة اللي محدش بيقولها هي إن الصباح الصح بيبدأ من الليلة اللي قبلها. لو ليلتك ملخبطة صباحك هيكون عبارة عن محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السر الحقيقي للانضباط والتركيز مش في المنبه، السر في تقفيلة يومك. تخيلي إن عقلك ده زي الجهاز اللي شغال طول النهار بيحمل بيانات، فلو جيتي فجأة فصلت الفيشة وهو لسه بيحمل هيحصل ايرور. الروتين المسائي عبارة عن شت داون، المنظمة اللي بتخلي الجهاز يشتغل تاني يوم بأعلى كفاءة، هو اللي بيفصلك عن دوشة العالم ويهيئ جسمك وعقلك لمرحلة البناء والترميم اللي هي النوم. هقولك على خطوات الروتين المسائي اللي هتغير المعادلة. أول حاجة ساعة فصل الفيشة. أكبر عدو للتركيز هو الموبايل قبل النوم. النور الأزرق ده بيجذب على مخك ويقوله إحنا لسه الصبح، فالمخ يوقف افراز الميلاتونين هرمون النمو. طيب ازاي تنفذيه؟ قبل ما تنامي بساعه الموبايل يتركن بعيد، مفيش سكرولينج في فيسبوك ولا تيك توك، الوقت ده ملكك انت مش ملك خوارزميات السوشيال ميديا. الحاجه التانية تفريغ الدماغ. عارفه الشعور لما تحطي راسك على المخده وتفتكري انك نسيتي تشتري حاجه او تقلقي من مشوار بكره؟ ده اسمه قلق الاداء. فهاتي نوت بوك وقلم واكتبي كل اللي شاغل بالك، مهام بكره، افكار جاتلك، حتى لو جمله مضايقاكي. لما بتكتبيها انت بتدي اشاره لمخك ان خلاص المعلومه متسجله بامان وتقدر ترتاح. القاعده الثالثه مهام تجهيز بكره. الانضباط بيبدا لما تصحي وعارفه هتعملي ايه بالظبط، مش لسه هتفكري. طيب تعملي ايه؟ حددي اهم 3 حاجات لازم يخلصوا بكره، مش لستة فيها 20 حاجه تعجزك، هما 3 بس. لما بتحددي ده بالليل عقلك الباطن بيشتغل وانت نايمه على حل المهام دي، فبتصحي عندك طاقه تنفيذيه رهيبه. الحاجه الرابعه طقوس الهدوء والسكينه. الجسم بيحتاج اشارات علشان يفهم ان وقت الراحه جه. طيب تعملي ايه؟ شاور دافي، كوبايه اعشاب بابونجا او ينسون، ريحه حلوه في الاوضه او حتى لبس مريح. الحاجات البسيطة دي بتعمل لينك في مخك إن دي لحظة الأمان والهدوء. الحاجة الخامسة تغذية الروح والعقل. بدل ما نغذي عينينا بصور حياة الناس المزيفة على السوشيال ميديا، نغذي عقلنا بحاجة حقيقية. طيب إزاي؟ اقري 5 صفحات من كتاب، أو التأمل لمدة 10 دقايق، أو حتى الصلاة والدعاء بصفاء النية. دي اللحظة اللي بنعيد فيها ترتيب القيم والتصالح مع النفس. سر الانضباط هو الاستمرارية أهم من المثالية. مفيش حد حياته بتتغير في يوم وليلة. الانضباط مش معناه إنك تكوني روبوت، الانضباط هو إنك لما تقع يوم ترجعي تاني يوم أقوى. التركيز بيجي لما تقللي المشتتات، لما يكون بيتك وعقلك مترتبين بالليل، الصبح بيبقى ملكك. الهدوء النفسي الروتين ده بيقلل هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، فبتصحي وانت مش حاسة انك مجبرة على اليوم، بل انت مستعدة ليه تماما. انت تستاهلي ان اخر ساعة في يومك تكون طبطبة على روحك بعد تعب النهار. يومك مش ملك الشغل ولا ملك السوشيال ميديا ولا ملك الطلبات اللي ما بتخلصش. يومك بيبدأ وينتهي عندك انت، فابدأي النهاردة وبلاش تأجلي لبكرة. جربي تفصلي الموبايل وتكتبي مهامك، وشوفي الفرق في جودة نومك وفي نشاطك لما الشمس بتطلع. الروتين مش قيود بنربط بيها نفسنا، الروتين هو الحضن اللي بنحتوي بيه تعبنا طول النهار علشان نصحى بكرة بوش بيضحك ونفسية مرتاحة. افتكري دايما ان التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة ومستمرة، وانك تستاهلي تعيشي يومك بجودة حقيقية مش مجرد سباق ورا الوقت. لو عجبك الموضوع وحسيتي انه لمس جواكي حاجة، ما تنسيش تدعمينا بلايك جميل زيك، واعملي شير للموضوع مع اصحابك وحبايبك علشان الفايدة تعم. وشاركينا في الكومنتات ايه اكتر حاجة ناوية تبدأي تطبقيها في روتينك النهاردة. دمتم في راحة بال وتركيز عالي. سلام عليكم.